يسعد اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم وصفتنا الكيكة الرخامية بطريقة كتير سهلة وكتير حلوة، رح تعجبكم كتير. شوفوا لي اخواتي هالكيكة ما احلاها. وصفة كتير حلوة وكتير مميزة. وهيك بعد ما قطعناها شوفوا لي ما احلاها المنظر. تابعوا معنا الوصفة ورح تعجبكم كتير اخواتي. 3 بيضات بحرارة الغرفة، كاسة سكر، ظرف فانيليا، رح نخلطهم مع بعض. هلا اخواتي بعد ما خفقناهم رح احط نص كاسة زيت وزبدة، نص كاسة اثنيناتهم مع بعض، نص كاسة. رح ننزل فوقهم بربع كاسة حليب دافئ بحرارة الغرفة. هلا رح ننزل فوقهم رطحين كاسة ونص. رح احط معهم كمان ظرف بيكنج بودر. هلا رح نخلون مع بعض. هيك لازم يكون القوام معنا كتير سلس ولانه طري ولانه سميك كتير. هلا رح اخذ نصهم وحطهم بالكيس. عندي هاد انا كيس تبع الحلواني، حيالله كيس عندكم فيكم تحطوا فيه. والنص الثاني رح نحط فوقه معلقتين كبار كاكاو. بعد ما حركناهم بالكاكاو رح نرخيهم شوي بشوية حليب، قدر معلقتين كبار. وهيك اخواتي بعد ما سويناهم بالكاكاو هلا كمان رح احطهم بالكيس وجهزهم مثل اللي جهزناهم اول شي. هاد القالب اللي بدي جهز فيه الكيك. هلا اول شي رح نشق الكاكاو من فوق وننزل فيهم طبقات، طبقة كاكاو وطبقة حليب. هيك بعد ما حطينا الكيك كلياته هلا ما ضل غير انه نحركهم. هلا رح نفوتها على فرن محمى على درجة حرارة 180، رح تاكل حوالي نص ساعة. وهيك اخواتي بعد نص ساعة بالفرن صارت وصفتنا اليوم جاهزة. ان شاء الله تعجبكم ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.